في بداية الفيلم كنشوفوا الشخصية الرئيسية سميتو إيدي مورا، كاتب فاشل ولكن عنده حلم كبير، يكتب واحد الكتاب اللي يخليه مشهور وغني. كيقضي وقته كامل كيحاول يكتب، ولكن من مدة وهو معلق، ما قادرش حتى يكتب 2 صفحات حيت الأفكار ديالو كتحبس وما كيقدرش يكتب حتى حاجة. من بعد كيلتقي مع صاحبته اللي كتقول له باللي بغات تنفصل عليه حيت عيات من أنها تبقى تصرف عليه وبغات حياة أحسن. إيدي كان متأكد أن كل شيء مزيان بينهم، وكان كيتخيل أنهم غادي يتزوجوا في شي نهار، ولكن ليندي كتكون مصممة أن العلاقة سالات. محطم نفسيا كيخرج من الكافي وكيصادف خو طليقته فيرنون. كيلاحظ عليه باللي حالته خايبة بحال شي متشرد، وإيدي كيحاول يبان مزيان وكيقول باللي عنده عقد عمل وها هو خدام مزيان، ولكن فيرنون ما اقتنعش وكيقترح عليه يشربوا شي حاجة. كيحكي ليه باللي اختو ما بقاش على اتصال معاها، وإيدي كيعترف أنه ما كتب حتى سطر وراه متأخر بزاف. هنا فيرنون اللي خدام في شركة أدوية كيعرض عليه حبة خاصة كتخلي العقل يخدم ب100%، حيث الإنسان غير كيستعمل نسبة قليلة من قدراته. إيدي كيرفض في الأول، خصوصا حيت الثمن غالي $800، ولكن فيرنون كيعطيه الحبة فابور وكيخلي ليه الكارت فيزيت ديالو ويمشي. إيدي كيشوف ديك الحبة وكيقول ما عنده ما يخسر وكيقرر ياخدها. الحبة كتخدم مباشرة. لقى مرات مول العمارة كتطلب منه الكرا. ملي طلبات منه يخلص الكرا، إيدي فهم في ثواني الوضع ديالها وحس باللي عندها مشكل في القراية ديالها في الجامعة. من بعد شاف واحد الكتاب في الصاك ديالها، ومن تما فهم باللي هي كتقرا في كلية الحقوق. قال لها واش عندك مشكل في دراسة القانون؟ سولته كيفاش عرفتي باللي كنقرا القانون؟ سيل المعرفة اللي كان مخزن في العقل ديالو ولا أفكار واضحة. كيهضر معاها وكيعاونها حتى تنظم أفكارها، وفي 45 دقيقة كيعاونها دير ملاحظات ممتازة. من بعد كيرجع لدارو كيشوف الفوضى وكيقرر ينظم حياته. الطاقة ديالو كتكون طالعة وكيولي ينقي الدار، ومن بعد كيجلس يكتب والكلمات كيجيو بوحدهم بطريقة دقيقة ومنظمة، وكيبقى خدام حتى لواحد الوقت متأخر بالليل. الغدا ليه في الصباح كيلقى بلي التأثير مشى، ولكن العمل اللي دار بقى كما هو. كيوري النص اللي كتب للمحررة ديالو، ومنين كيرجع للدار كيلقى خلات ليه بزاف ديال الرسائل في المجيب الآلي وهي متفاجئة. إيدي كيشك باللي داك النص ماشي هو اللي كتبه، ولكن نسخة أخرى منه. اتصلت به المحررة مرة أخرى وقالت ليه إيدي عيط ليا ملي توصل. كيبان لي هادشي مبالغ فيه شوية. كيقرر يرجع عند فيرنون باش ياخد حبة أخرى، وكيبان عليه مضروب. إيدي كيسولو مالك في وجهك؟ فيرنون ما بغاش يقول ليه والو على الضربة اللي فيه. كيقول ليه باللي العقار مازال ما صدقتش عليه الدولة وهو ماشي قانوني. بقى إيدي كيحكر عليه، قال ليه باللي محتاج ضروري ديك الحبة. فيرنون كيوافق وطلب منه يجيب ليه البدلة ديالو من الغسالة وشي حاجة باش يفطروا بها. ملي كيرجع على غفلة كيلقى فيرنون ميت. كيعيط للبوليس مباشرة وكيشك تقريبا في ديك اللحظة باللي القاتل كان كيقلب على الحبوب ويمكن ما لقاهمش. مني كيشوف الروينة في الشقة كيبدا يقلب بلا ما يفكر بزاف على داك الباكي اللي باغي، وكيزيد يدير الفوضى كتر بلا ما يفكر في العواقب. وفي الأخير داخل الفورنو كيلقى داكشي اللي كان كيقلب عليه ومعاه حتى رزمة ديال الفلوس. كيخبي الباكي مزيان ومن بعد كيمشي يفتح الباب للبوليس اللي وصلوا. في الكوميسارية كيقول لهم باللي ما كانش عارف شنو كان داير فيرنون وهو تلاقى معاه غير بالصدفة. البوليس كيطلقوه وكيطلبوا منه يخلي رقم الهاتف ديالو، ومني كيرجع للدار مباشرة كياخد العقار. ومع الوقت كتبدا فكرة كبيرة كتشكل في دماغه. بفضل الفلوس ديال فيرنون ولا عنده دافع قوي، قدر إيدي يكمل الكتاب غير في 4 أيام، حبة واحدة في اليوم، وكتبان القدرات ديالو بلا حدود. كيتبدل بسرعة كبيرة، كيبدا يقرا البورصة، كيتحول لشخص واثق في راسه متقن كل شيء، البوكر، البيانو، الطب وسوق الأسهم. ما بقى حتى مجال مسدود قدامه، وفي أي بلاصة كيدخل كيلقى راسه هو محور الانتباه. الخوف والخجل اختفاو، حتى حاجة ما قدرت توقفه، حيث إحساس القدرة المطلقة غامره كامل. وبشوية بشوية بدات كتشكل فكرة في راسه غادي تنقله لمستوى آخر.
$800 اللي بقاو من فلوس ديال فيرنون كيحولها $7,000 ديال الأرباح في أيام قليلة. ولكن هذا الربح كيبان ليه ثقيل بزاف، والبنوك كيرفضوا يعطيو قروض لواحد ما عندوش ماضي مستقر. وهنا كيمشي عند واحد زعيم روسي خطير سميتو جينادي اللي كيوافق يعطيه $100,000 مقابل فائدة كبيرة. بعد ما ولا إيدي خدام في البورصة بدا كيتاجر في الأسهم بشكل جدي. مع تأثير العقار إيدي كيولي بحال آلة دقيقة لتحليل الأسواق، وبنهاية الأسبوع كيكون عنده أكثر من $2 مليون في الحساب ديالو. السمعة ديالو كتنتشر بسرعة، وكيفين كيقول ليه باللي واحد رجل أعمال كبير بزاف سميتو كارل فانون بغى يتلاقى معاه. في مشهد آخر كنشوفوا إيدي مع ليندي من بعد ما وافقت تخرج معاه العشاء، ولكن هاد المرة بنسخة جديدة من إيدي. قدر يبهرها بإتقان اللغة الإيطالية وبالطريقة اللي كيقدر يفهم بها مشاعرها بشكل مذهل، وسرعان ما رجعت العلاقة بيناتهم. ولكن وسط هاد النجاح كامل بداو 2 حوايج يقلقوا إيدي. ولا كيشوف واحد الراجل غريب كيتبعه باستمرار، ومن جهة أخرى ولا كيعاني من نوبات ديال الذعر، وكأن الواقع اللي داير به بدا كيتفكك وما بقاش مستقر. وأخيرا جا نهار اللقاء مع كارل فان لون. ما هضرش بزاف وفضل يسمع القصة ديال كيفاش إيدي قدر يضاعف الثروة ديالو في غير 10 أيام. طريقة الشرح البسيطة مع الذكاء ديالو شدات انتباه المساعد ديال فان لون، رغم أنه حس باللي فيه واحد الثقة زايدة قريبة لجنون العظمة. ومن بعد وهما في الطوموبيل عرض فان لون على إيدي يشوف لائحة ديال الشركات، وفي غير دقائق قليلة فهم إيدي باللي هاد رجل الأعمال كيوجد لصفقة اندماج كبيرة مع شركة هانك أتوود. كارل بالكاد قدر يخبي الدهشة ديالو من السرعة اللي فهم بها إيدي الوضع، وملي نبه إيدي لخطورة فشل الصفقة، ومع ذلك حدد معاه الملياردير فان لون موعد آخر. كيقرر إيدي يخرج يتمشى، ولكن ما كيفهمش كيفاش مشى دوز 20 عمارة ولقى راسو فجأة في محطة المترو، فين دخل في شجار غير متوقع مع شي رجال، وبطريقة غريبة قدر يتغلب على 4 منهم رغم أنه عمره ما تعلم القتال. كيبان باللي العقار كيستخرج من العقل الباطني ديالو تقنيات ديال الفنون القتالية كان غير كيشوفها في الأفلام، وهذا الشيء كان كافي باش يغلبهم بلا مجهود كبير. ما قدرش يتفكر آخر 18 ساعة من حياته. الشجار ديال البارح في الليل بقى غير مشوش في باله، وبساق مصابة بالكاد قدر إيدي يوصل للدار. الغد لي في الصباح لاحظ أن العقار بدا كيأثر على الحالة ديالو بشكل سلبي. قرر أنه ما ياخدش الحبة. بدا كيحلل في الوثائق ديال كارل فانون، كيبان لي داكشي بحال مكتوب بلغة هيروغليفية. كيحس براسو عيان وماشي هو هذاك. كيطلب من كيفين يأجل اللقاء مع فانون، ولكن كيفين كيرفض حيت متأكد باللي بحال هاد الناس ما كيعطيوش فرصة تانية. وفي الموعد اللي تحدد حضر إيدي للاجتماع، ولكن بلا العقار حس براسو ضعيف ومقيد. ومن عند كارل عرف باللي قبل 2 عام هادي تا واحد ما كان سامع بهانك أتوود، ودابا ولا كيرأس واحدة من أكبر شركات الطاقة. ومع ذلك عقل إيدي كان مشغول بشي حاجة مختلفة تماما. من بعد ما خرج من الاجتماع رجع إيدي للدار، تلقى مكالمة من ميليسا كتحضروا من خطر العقار وطلب منها يتلاقاو. وهو جالس في الحديقة قرر إيدي يتصل بعملاء فيرنون، ولكن بسرعة فهم باللي الأغلبية ديالهم يا إما ماتوا يا إما تلا بيهم الحال في السبيطار. ومنين عيط لرقم آخر بدا التليفون كيرن وهو قريب منه، وكيدرك باللي راه ديال داك الراجل اللي كان كيتبعوه هذه مدة. حتى هو فهم شكون اللي عيط وبدا كيجري موراه، ولكن إيدي قدر يهرب. من بعد ما تخلص منه تلقى مع ميليسا، وبالكاد قدر يتعرف عليها. ميليسا فهمت بسرعة باللي إيدي كان كياخد الحبوب مدة طويلة، واعترفت حتى هي كانت كتستعملهم من قبل حيت كانت زبونة ديال خوها. في البداية العقار خلى حياتها تبان مثالية وعطاها إحساس بالقوة المطلقة، ولكن منين عرفت باللي الناس كيموتوا بسببه قررت توقفه حيت الدماغ ما كيقدرش يتحمل الضغط لمدة طويلة، ودابا ولات كتعاني من صداع وغثيان قوي. لهذا الشيء أثر على التركيز ديال ميليسا، ونصحات إيدي ينقص الجرعة بشوية بشوية حتى يوقف الدواء نهائيا. إيدي وهو غارق في مشاكله نسى يرجع الفلوس جينادي، شدو وبدا كيهدد فيه، وملي شاف جينادي الحبة في يد إيدي خداها بلا حتى يتردد ومشى معاه للبنك.
إيدي ما بقى عاقل واش باقي شي حبوب في الدار، ولكن عارف باللي خبى شوية منهم في شقة ليندي. مشى لعندها لخدمتها واعترف ليها بكل شيء، طلب منها تجيب ليه الحبة باش يرجع لطبيعته. وفجأة جات مكالمة من ليندي وهي خايفة، كتقول ليه باللي واحد الراجل مجهول كيتبعها. ملي نهبط من الطوموبيل هبطات حتى هي من الطاكسي وتخبات، بدات كتطلب الناس باش يعاونوها. ولكن داك الراجل ما كيتفاكش، وبلا تردد قتل 2 رجال قدامها. وهنا لقات ليندي الفرصة باش تهرب وتتخبى، ومنين حسات بشوية د الأمان عيطات لإيدي وقالت ليه بلي داك الراجل مازال كيقلب عليها. وبدون تفكير قررت تجرب العقار وخدات حبة منه. في ديك اللحظة عقلها كيرجع يخدم بطريقة خارقة، وكأنه كيقرأ كل شيء اللي داير بها، كيحلل التفاصيل وكيختار أحسن طريق، وبلا ما تفكر بزاف كتجري مباشرة للباتينوار، وهي كانت عارفة بالضبط أشنو غادي يطرى. فرشخات لذاك الراجل وجهه وقدرت تهرب منه، وفي الأخير كتوصل عند إيدي وهو رجع تاني ياخد الحبة. وفي الصباح كتعترف ليندي أنها دابا فهمت مزيان لأي درجة العقار كيبدل الإنسان، وكيأكد لها إيدي أنه غادي يوقف الدواء ملي يقدر يوفر لهم حياة مريحة وخالية من القلق. ولكن كيبان مشكل جديد، الحبوب أثروا بزاف على جينادي، وإيدي كيعطيه شوية ديال الحبوب غير باش يربح الوقت. وحيت فهم باللي الوضع خطير كيقرر يجيب 2 ديال الحراس باش يراقبوه، وكيطلب منهم يبقاو بعيد شوية باش ما يلفتوش الانتباه بزاف. وأخيرا إيدي كيتلاقى مع كارل فان لون اللي كيعترف باللي من بعد ما قرا التقرير اللي دار طرد بزاف ديال الموظفين اللي ما قدروش يديروا داكشي اللي داروا الشخص واحد. وهكذا إيدي كيولي عنصر أساسي في واحد من أكبر صفقات اندماج الشركات في التاريخ، وحيت عارف باللي الحبوب غادي تسالاو في أي وقت كيقرر يدير خطوة أخرى. كيعرض إيدي على واحد الكيميائي 2 مليون دولار باش يصوب دفعة جديدة من الدواء، وكيوافق، وكيطلب حتى من الخياط ديالو يدير ليه جيوب سرية في البدلات ديالو. إيدي كيشارك في المفاوضات مع هانك آتوود، ومن بعد ما سال الخدمة طالب بالأجر ديالو مقابل داكشي اللي ساهم به. بالنسبة لفانلون إيدي ما بقاش غير موظف مهم، ولا أصل استراتيجي خطير، حيت قادر يشوف السوق لسنين لقدام ويكشف نقاط ضعف ديال أكبر الشركات، ويقدر حتى يمشي بسهولة للمنافسين. داكشي علاش ملي إيدي كيطلب 40 مليون دولار مقابل أنه يكون مستقل على راسو، فانلون ما كيشوفهاش صفقة عمل عادية، ولكن خسارة لواحد السلاح خطير. في نهاية المشهد قال ليه كارل: نتحداك ما غاديش تقدر تنافسني، حيت ما عمرك أصلا ما تنافستي وما غاديش تقدر عليا. كارل ولا مطور باش يبقى إيدي حداه، كيحل حساب بنكري ديال الكريدي بلا حدود، مستعد يخلص ليه أي مصاريف. إيدي كيحس باللي غارق في واحد اللعبة خطيرة، وكيقرر يشري شقة في واحد من أفخم عمارات ديال المدينة، حيت فيها نظام الحماية قوي بزاف. في نهار الموعد ما كيجيش هانك آتوود، وفي هاد الأثناء كيرجع جينادي يبان من جديد وكيطلب حبوب أخرى، وكيبدا يبتز إيدي وكيهددوا باش يفضحوا في الصحافة بقضية المتوفية ماريا وينتر اللي كانت معاه في الفندق. في نهار الموعد ما كيجيش هانك آتوود، ولكن كتجي بلاصتو مراتو وكتقول باللي مرض فجأة ودخل للسبيطار، وإيدي وهو كيتمشى معاه كيتفاجأ ملي كيعرف السائق، حيت هو نفس الراجل اللي كان كيتبعو من قبل. وفي ديك اللحظة كيدوز ليه الشك، آتوود حتى هو كان كياخد الحبوب. مشى إيدي عند كارل ومنه عرف باللي آتوود دخل في غيبوبة. هاد الخبر كيفكروا باللي حتى هو نسى ياخد الحبة، وكيمشي للحمام وكيكتشف باللي المخبأ ديالو خاوي. مني كيرجع المكتب فانلون كيتوصل بواحد الطرد من السكرتيرة موجه ليه شخصيا، وكيتصدم ملي كيلقى فيه رسالة من جينادي ومعها ايبين مقطوعين ديال الحراس اللي كانوا كيحرسوه. بلا ما يهتم الفانلون كيخرج مباشرة. إيدي كيكون بالفعل في الشقة ديالو، وعلى غفلة كيسمع طرق في الباب وكيتخلع، كيسمع صوت جينادي كيطلب منه يحل الباب دغيا. إيدي كيدرك باللي ما بقى عنده حتى شي حبة وما غاديش يقدر يفك راسو من هذه المصيبة. قرر أنه ينتحر وكيوقف على حافة اليأس، ولكن في آخر لحظة كيتفكر باللي كاينه حبة وحدة مخبية في شي علبة، وفي نفس الوقت العصابة كتحاول تهرس الباب. وأخيرا كيلقى ديك الحبة، ولكن كيتعثر وما كيقدرش ياخدها في ديك اللحظة. كيلقى راسو طاح في يدين جينادي وكيشوف باللي بدل الطريقة ديال استعمال الدواء،
وكيشرح ليه باللي بهذه الطريقه العقار التاثير ديالو كيكون اسرع في الدم وكيطول المفعول ديالو. مع اللي جينادي كيعرف باللي ايدي ما بقى عنده والو، كيامر الرجال ديالو يقلبوا الشقه كامله وما كينتبهش باللي ايدي خبى سكين وراه، وكيقول باللي غادي يعرف الحقيقه مهما كان الثمن، حتى الا اضطر يعذبو حتى الموت. ولكن الثقه الزايده ديال جينادي كتخونو. ملي كيقرب بزاف ايدي كيهجم عليه وكيخشي فيه الموس. فجأة تفكر باللي الدواء راه في دم جينادي، وهو طايح في الأرض قرب ليه وبدا كيشرب من دمه، وفي الحين بدا المفعول ديال الدواء يخدم مباشرة، وولات الأفكار ديالو مرتبة بشكل واضح ومثالي، وتشكلت خطة محكمة في بالو. وبفضل القدرة ديالو باش يتوقع تحركات الخصم ديالو قبل ما توقع، قدر يتصدى ليها ويتفادى الموت مرة أخرى. في ديك الليلة نفسها كيموت هانك أتوود، وإيدي كيقنع القاتل أو الحارس ديال أتوود باللي العقار كان عند موريس برانت، ولكن فضل يحتفظ به لنفسه. هادشي ما كيعجبش القاتل وكيقرر يعاقب المحامي، وفي نفس الوقت إيدي أخيرا كيرجع يتحكم في الوضع وكيحصل على العقار. كيدوز عام وإيدي موراه كيولي مرشح لمجلس الشيوخ، وكيتقال ليه باللي واحد من أكبر الداعمين باغي يتلاقى معاه. فانلون كيفهم بسرعة باللي إيدي واصل لمستوى كبير، وكيبين ليه باللي عارف كل شيء على العقار، حتى كيوصل للمختبر اللي كان كينتج الدواء لإيدي. كيشري الشركة وكيحبسها باش يولي هو الوحيد اللي يقدر يرجع الإنتاج، وفي المقابل كيطلب غير حاجة واحدة، ملي إيدي يوصل للرئاسة يخدم على مصالح ديال واحد الفئة معينة. ولكن إيدي ما كيعجبوش هذا الاتفاق. بهدوء كيشرح ليه باللي كان متوقع هذا السيناريو من قبل، ومن زمان هو مجهز عدة مختبرات خدامين في نفس الوقت. وزيد على هادشي إيدي طول العام هو كيجمع معلومات على فانلون بنفسه، وواجد حتى خطط مضادة في حالة إلا قرر يهاجمه. ومهما حاول كارل يسبقه، إيدي ديما كيشوف الصورة كاملة، وباش يبين لي هادشي غير في ثواني كيتوقع باللي غادي يوقع حادث. ومن خلال تغيير دقات القلب ديال فانلون كيفهم باللي قلبه خدام غير بنص الطاقة وغادي يحتاج قريب عملية جراحية. كارل كيفشل يقنعو يتعاون معاه، وإيدي ببساطة كيتخلص منه وكيبعد عليه. في نهاية الفيلم قدر إيدي ينقص الجرعة ديال العقار تدريجيا وتخلص من الآثار الجانبية ديالو. وهكا كتسالي القصة. تهلاو في راسكم ونتلاقاو في الفيديو الجاي.